عاوزاني يعني اروح المدرسه بالشكل ده؟ منه لله ابوك. انا ما اعرفش ابويا، انا اعرفك انتي. هكلم عمك سالم لما يرجع. مفيش داعي يا ماما، عشان انت عارفه اللي هيحصل. طب قول لي اعمل ايه انا بس؟ قولي لي انتي هعمل ايه بس، والشتا داخل وما عنديش بلوفر البسه. ربنا يفرجها يا ممدوح. انا خلاص زهقت من العيشه دي. دي اخر فرصه ليك، ولو ما نجحتش هيفصلوك من المدارس. انا خلاص ما بقتش قادر ابص في اي كتاب. ده الامتحان خلاص باقي عليه ايام. انا طلبت دروس خصوصيه وعم سالم كل ما اكلمه يعمل لي حكايه. اذا كان ابوك بعد ربنا ما وسع عليه ولقى له تجاره كبيره مش عارف ان له ابن محتاج لمصاريف. انا هريحك يا ماما وخارج من البيت. على فين يا ابن السعادي؟ مالك يا ولا عامل هيصه ليه؟ انا سايب لك البيت وخارج. علي فين بقى يا سي ممدوح؟ راح اذاكر مع واحد صاحبي. واحد صاحبك؟ يبقى قابلني لو نجحت. حرام عليك يا سالم، الواد كان محتاج لدروس خصوصيه. يعني ايه؟ اصرف عليه ولا على اولاد الصغيرين؟ له اب يروح يدور عليه. انا بقى اللي هروح لابوه. ساعتها مش هترجعي هنا تاني لو رحت لطريقك. امري لله. عن اذنك يا ماما انا خارج. ما تتاخرش يا ممدوح. بقول لك ايه، الواد ده انا صابر عليه لحد ما تظهر نتيجة السنة دي بس، وبعد كده هيكون لي معاه كلام تاني. انت اللي عقدته في عيشه يا سالم بمعاملتك ليه. اهلا، يعني ايه؟ عاوزاني يعني اشيله على كتفي واهننه زي العيل الصغير؟ الكلمه الطيبه صدقه. بصراحة انا خايف على اولاد الصغيرين من الولد ده. اتحمله عشان خاطري، يمكن ربنا يخلف الظنون وينجح. انت لسه معشمة في نجاحه، ساعتها يبقى قابليني. خير يا سالم، يا ترى ايه اللي جابك السعادي؟ انت عارف ان احنا دلوقتي في امتحانات والولد محتاج مصاريف. انا لسه دافع لك 50 جنيه يا سالم من كام يوم. ما انت عارف العيشة يا معلم، وعارف كمان ان الاسعار دلوقتي مولعة نار. ويلزمك كام؟ كلك نظر يا معلم رجب. طيب المهم الواد عامل ايه؟ بخير بخير طبعا، بس انت عارف يعني زي ما قلت لك انه بيلعب كتير قوي. اظن ملوش عذر وانا سابق اديتك مصاريف الدروس الخصوصية. ربنا يسهل. اتفضل، ادي 50 جنيه كمان، وقول لي ممدوح لو نجح له عندي هدية كبيرة. ادعي له يا معلم رجب، ادعي له. ربنا معاه يا سي سالم والبركة فيك. ممدوح فصلوه من المدرسه يا سالم. امال كنت منتظرة ايه؟ طب ايه رايك نقدم له السنه دي منازل ويذاكر، يمكن ربنا ياخد بيده.